في يوم من الأيام كان في دولة عدد سكانها أكتر من مليار بني آدم، وكانت غرقانة في الفقر والجوع والجهل والمصايب من كل ناحية. اسم الدولة دي هي الصين اللي نظرت لها النهاردة مصانع وتكنولوجيا وفلوس كتير قوي. بس لو رجعنا ورا شوية مش كتير، 40 سنة مثلا، مش هتتخيل ايه كان وضعهم وقتها. ولكن قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تعمل لايك لأن ده بيشجعنا على الاستمرار، فده بيفرق جامد معانا، والاشتراك لو المحتوى عجبك. فانا جاي لك النهارده مش بس اكلمك على دوله الصين لان ده اصلا مش محتوى قناه معتز بالفكره، ولكن انا هدردش معاك الزبده والطريق الاستراتيجيات اللي استخدمها كوكب الصين عشان يوصل له كده. فقدرني بلايك وتعالى نبدا. تخيل معايا كده، في الثمانينات كان في قرى في الصين ما كانتش فيها كهرباء، وسكانها بياكلوا وجبه واحده في اليوم، والميه بتجيب من الترعه، والدنيا ماشيه بنظام اشتراكي صارم. كل الناس سواسيه، الكل فقير وممنوع تحلم تكون نفسك. بس في اللحظه دي ظهر راجل اسمه دينج شاو بينج. الراجل ده ما كانش بيزعق ولا بيعمل خطب ناريه ولا اي حاجه شائعه في الموقف دي. كان هادي جدا بس تفكيره ناري. دخل على الشيوخ اللي حاكمين كل منطقه وقال لهم احنا ماشيين غلط ولازم نتغير ونغير حالنا. وقال جمله عميقه جدا، وهي ان مش مهم لون القطه، المهم انها تمسك الفار. ومعناها احنا مش مهم نكون اشتراكيين ولا راسماليين، المهم عندنا دلوقتي ننجح ونشتغل ونطلع بره الحفره دي. عارف الجمله دي هي اول درس وموقع نحسن منه، هو ان النجاح مش بيجي لما تمسك بالقواعد القديمه، النجاح بيجي لما تفكر صح، مش لسه هتتعلم ازاي الاول تزحف وبعدها تمشي حقيقي. لما تبدا في التفكير الناجح فقط، والدنيا بقت سهله جدا الفتره دي، كل حاجه متاحه. دينج قال لهم سيبوا الفلاحين يزرعوا ويبيعوا وياخدوا فلوسهم، عشان تعرف بس انهم كانوا بياخدوا المحصول كل سنه من المزارعين، وكان قانون صارم جدا عليهم. وسيب الناس تفتح مشاريع لو حتى على صغير، محدش بيبدا كبير. وبعد كده فتحوا باب الاستثمار والعوائد الماديه بس بالراحه، وبدات المدن الصغيره تتحول، واللي كان بيكنس بقى صاحب ورشه. وعلى فكره الصين ما غيرش البلد في يوم وليله، ولكن اهم حاجه عملوها غيروا طريقه تفكيرهم. وزي ما كل حاجه كبرت دلوقتي، ولكن البدايه كانت صغيره جدا ولكنها حقيقيه. وده تاني درس لينا، وانك ما تتمطلش وتتاخر على وصول للحلم الكبير، ولكن ابدا حتى لو بدايه صغيره، ولكن هتكبر مع الوقت. ابدا. الصينيين يشتغلوا 12 ساعه في اليوم في مصانع مكتومه ما فيهاش اي رفاهيه، مصانع جاده جدا في التعامل. بس كل ده ما وقفهمش قدام حلمهم اللي عاوزين يوصلوا له. عاوزين يضحوا بحاجات عشان يوصلوا للحياه الاجتماعيه الجميله، زي ما كل الصبح شقه وبالليل بيعيشوا حياه جميله. الصين صبرت سنين، اشتغلت في صمت، ما كانتش بتتكلم كتير ولا كانت بتقول احنا جامدين. كانت بتشتغل لحد ما بقت قويه فعلا، وذو شأن عالي بمجهودهم وصبرهم. ومواصلين لتالت درس، وهو ان اللي بيصبر وبيشتغل في سكات هو اللي بيتسمع صوته في الاخر. ونصيحتي كده وهو انك ما تقولش لحد انا في المستقبل عاوز اعمل كذا، بس لو انك عرفتهم من قبل ما تنفذ صدقني مش هتبدا ابدا. بعد كام سنه الصين بقت قويه اقتصاديا، بدات تصنع للعالم كله، وبدات الشركات نفسها تروح تبني مصانعها في الصين بسبب ان اجر العمال في الصين اقل من العالم الامريكي. وفي لحظه امريكا قالت استنوا كده، مين اللي بقى بيكسب اكتر؟ مين اللي بيكبر؟ وامريكا ملأت بالتوتر تجاه الصينيين، والصين بقت بتورد لامريكا اكتر من 400 مليار دولار من اي حاجه بقى، لبس وغزل ومواد نادره، كل الحاجات دي. والصين ما خدتش النجاح على طبق فضه، الصين بدت نفسها حته حته، فكره فكره، جيل بعد جيل. وانت كمان تقدر تبني نفسك كده لو فهمت النجاح ان مش ضربه حظ او نرد ولا كورس صغير على النت. الكورس ده مش هيعلمك قدر التعب اللي في الامر، الكورس بيديك الخطوات بس. النجاح رحله طويله فيها تعب، بس نهايتها دايما تستاهل. لو عجبك القصه قول لي في الكومنتات ايه اكتر درس حسيت انه لمسك، واستناني في قصه تانية من العالم